دخيلك يا رشا الحقيني، مالي غير الله وغيرك. ماني راجعة وأعلى ما بخيلك اركبه، عم تفهم؟ ومثل ما بتعرفي أنا لحالي، فقلت مالي غير رشروش رفيقتي تكون معي. دخيلك يا رشا الحقيني، مالي غير الله وغيرك. خير حبيبتي خير، شوفي. زوجي اليوم اجته سفرة ضرورية مشان الشغل. ايه؟ وأنا قلبي قامتني ضل نام لحالي بالبيت. لك حبيبتي يعني ما بدها، مو لهالدرجة، شو يعني؟ والله كتير خايفة، ما بعرف، حاسة رح يصير شي اليوم. حبيبتي ما رح يصير شيء، فوتي انت نامي عندي احسن الي والك. لا دخيلك، مصريات جوزي كلها بالبيت وذهباتي كلها بالبيت، يجي حرامي ايش كل شي ويمشي وليبي ينخرب بيتي. لا لا حبيبتي خلاص لا تاكلي هم، انا رح بدل ثيابي والحقك. ناطرتك لا تتأخري. ايه ماشي حبيبتي يلا. رشا 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 قومي مشان الله. رشا لك شوفي. قومي شوي رشا. يا رشا مشان الله قومي شوي. بس قولي لي شوفي. لك في صوت تحت بالصالون. يعني معقول يكون في حرامي؟ نامي نامي بلا هواجس تبعيتك. لك عم قل لك في صوت حركشه تحت، قومي اسمعي. يعني بس فهميني، هل من الممكن يفوت حرامي يقتلنا انا وانتي؟ يا هاد اكيد حرامي ورح يقتلنا. يا حوينة شبابك يا سوسن، يا حوينة شبابك يا سوسن. ولك حاجة تندبي مثل النسوان. مثل النسوان؟ ليش انا شو؟ اه انا رح اخبر الشرطة. لك لا 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 تخبري الشرطة، اساسا لوقت ما يصلوا الشرطة بكون انا وانتي صرنا بخبر كان. مشان الله قومي شوفي. طولي بالك، كأنه عم بسمع صوت حركشة. هي كأنه شفت واحد ملتم وماسك سكينة. خليني احكي مع الشرطة، خليني احكي مع الشرطة. خلص لا تحكي مع حدا، انا رح اقوم وارجي لهذا الحقير كيف يفوت على بيوت العالم. عن جد يا رشا بدي اشكرك من جوات قلبي، يعني لولاكي كان انا رحت بخبر كان. لك حبيبتي قلت لك 100 مرة انا رشروش وما حدا بيطلع له معي. لك بس ما قلتي لي شو حكيتي للحرامي حتى راح من دون ما يأذينا؟ بسيطة، قلت له لا تقتلنا وخود اللي بدك اياه من البيت، وضليت ساعة أدور معه بالبيت لحد ما لقينا الذهبات تحت الكومودينا والمصاري تحت الشوفونيرة، عطيته إياهم قلت له إذا بتريد بس لا تأذيني أنا ورفيقتي، هي كل القصة. لك تروح روحك إن شاء الله، لك الله لا يوفقك على هالعملة. هذا بدل ما تشكريني إنه ما خليته يقتلني أنا وأنتي. اشكرك؟ على شو بدي اشكرك؟ لك انتي خربتي بيتي، الله يخرب بيتك إلهي. ماشي. قولي على قامتك يا سوسن، خرب بيتك. لك يخرب بيته من حاله، معقول يطلع من ناصر كل هالشي لك سلوى؟ لك شو بدي احكي لك لاحكي لك، لك يخرب بيته بكل شيء بده يتدخل، بالاكل وبالشرب وباللبس، لك حتى وقت نومتي بده اياه على كيفه. كمان وقت نومتك؟ ولك العمى بعيونه العمى، أنا ما عم بعرف كيف أنت مستحملتي كل هالمدة، ولك أنت لازم يكون إلك رأي قرار. كيف يعني؟ كيف يعني حبيبتي؟ يعني لازم أنت تفهمي إنك أنت ست البيت وكلمتك هي اللي ماشية بهذا البيت، حبه ما حبه عمره 60 جهنم. بس يا رشا أنا خايفة يضوج علي وما يسمعني. لك يا حبيبتي لشو بده يضوج عليكي؟ قولي له من يوم ورايح أنا ست البيت وكلمتي هي الماشية وبس. بس يا رشا بلا بس اتصلي وفهميه مثل ما قلتلك بالضبط، خليه يعرف قيمتك. هيك قلتك؟ لك طبعا، يخرب بيته من حاله. شو ست سلوى؟ هذا كلام بينحكى مع السيد المحترم اللي هو زوجك؟ ما بتعرفي انه في بيت بيقوينا بنقعد بنحكي هذا الحكي بيناتنا؟ لا حبيبي ما حذرت، بس تصير كلمتي هي اللي ماشيه بنطلع على البيت وبنحكي. يا عيني عليكي شو قوية. سلوى لا تخلي الامور تتأزم اكثر من هيك، ها
امشي اطلعي معي على البيت وخلصينا بقى، كبري عقلك. ماني راجعة، وأعلى ما بخيلك اركبه، عم تفهم؟ وبس تصير تتذكر انه عندك مرة بالبيت قاعدة وإلها وجود وكيان، تتفضل لعندي بتاخدها. هيك لكان. ايه هيك ونص كمان. وبس تعرف انه هي مرة وإلها حقوق وواجبات، روح تفضل حضرتك جيب لها مصاري حبيبي. لازم تنزل على المول مثل هالنسوان تشتري لها كم غرض. ايه ليش لا؟ على راسي، على عيني، على حواجبي، على مصراني الاعوج. ها تكرم عينكم. السلام عليكم. شكله مش الحال ما؟ لك طبعا حبيبتي، طبعا بده يمشي الحال، هدول صنف الرجال. ولك انا اللي بفهم فيهم. امشي اشربك اطيب فنجان قهوه ليروح ويرجع. يلا لك والله كأنه تأخر ما؟ لك مرجوعه لهون حبيبتي. ايش شو بك بصلتك محروقه؟ اكيد بيكون بالبنك عم يسحب لك شي مبلغ مرتب، طولي بالك. ها ليكو دق الباب. عدي ودقلي حالك، انا بفتح له. اكيد بعتلك شيك، لانه يمكن جوزك ما بحب النقدي. شو المبلغ قليل؟ اي والله لربي لك يا لهالواطي، الله لا يوصل ايده لجيبه ولي عليه. مبلغ شو؟ لك الله لا يوفقك، هي ورقة طلاقي. قلتي لي بتفهمي برجال؟ شو ورقة طلاقك؟ لك يخرب بيته والله بيعملها. لك والله لا اخرب بيتك مثل ما خربتي لي بيتي. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا رشا. قلتي لي بتفهمي برجال. كيفك رشروش؟ لك اهلين روحي، فوتي ليش واقفة على الباب؟ لا معلش، أنا جاي أطلب منك طلب. خير ان شاء الله. اليوم جاي شاب يطلبني، ومثل ما بتعرفي أنا لحالي، فقلت مالي غير رشروش رفيقتي تكون معي. ايوه يعني بدك يعني يكون جاهة. لك شو جاها أنت الثانية؟ بدي إياك تكوني أمي وكل عيلتي، وأنا قلت له رح تكوني موجودة وهو وافق. لك بعيوني وصلتي دقيتي على الباب المناسب. اي والله لخليه بوس ايدك لحتى ترضي فيه. دخيل قلبك، يلا أنا سابقتك على بيتي، لا تتأخري. ولك تكة وكون عندك يا روح. باي. ريتو مجاري الهنا والسياقات العافية يا رب. على قلبك على قلبك. ايه سوزان، لازم نتفق على الجهاز والمهر من هلا، لانه مثل ما بتعرفي اللي اوله شرط اخره سلامه. ليك سوزان ما بيهمها لا الجاه ولا المال. سوزان كل اللي بيهمها انك تعيش عيشه كريمه مثل باقي هالنسوان. حلو هالكلام. طيب انا راح احكي لك شوي عن حالتي. اهم شيء تكون رجال وشهم وتدللها وتعرف قيمتها. طيب يعني هلا بالنسبه لسوزان ما في اي مشكله من ناحيتي؟ لك اكيد ما في اي مشكله. اساسا هي دارستك منيح قبل ما تقلك انك تيجي تطلبها. ها حلو. إيه شو ما بدك تشربينا قهوه؟ من عيوني. ما تنسي تحطي اصبعتك فيها. احلى عروس بالدنيا. ايه رشا، سؤال. سوزان كيفها بالطبخ؟ مثل ما بتعرفي اقرب طريق لقلب الرجل معدته، وانا لازم اعرف منك. ليك هي الكنافه اللي انت هلا عم تاكلها هي شغل ايديها. انت قيم. هلا هي الكنافه شغلها؟ إيه لك شو مفكر؟ هذا البيت اللي حواليك كله كنت قاعدة وأنا عم شوفها كيف عم بترتبه بإيديها. يعني بصراحة بنت مجتهدة بتحب تعتمد على حالها بكل شيء. هيك لك. لك هيك وأكتر. عم بعطيك شغلة ترجع فيها لعندي. ايه طيب انا صار لازم امشي. وين عبدو؟ ما بدك تشرب القهوة؟ هي مشروبه. شو صار له؟ ما بعرف، بس سألني إذا أنت بتعرفي تطبخي. قلت له الله وكيلك على كل إصبع لون، حتى بالحلويات ما في أشطر منه. هي الكنافة اللي كنت عم تاكلها شغل إيديها. يلا لا يوفقك، هي الكنافة هو جايبها معه. وشو الكيلو كمان؟
سالني انك انت بتعرفي تشتغلي بالبيت وتنظفي البيت، قلت له طبعا، انا طول الوقت قاعده وعم بتفرج عليها هيك كيف عم بتنظف البيت، شغله شغله. يعدمني اياكي، ما انا اخذت رقم مرشد التعزيل منه ينظفوا البيت. طيب حتى ليكي انا تاخرت، صار لازم امشي، بشوفك بعدين. لك وين تمشي؟ تعي لهون.